يبقى احنا كده يا اولاد اخدنا مثال على تطابق 3 اضلاع، والمثال اللي كان لسه مخلصينه ده على ضلعين وزاويه محصوره، والمثال اللي قبليه على زاويتان وضلع واصل ايه بينهم. تعالى ناخد بقى اخر حاله من حالات تطابق المثلثات اللي هي بتقول ايه؟ يتطابق المثلثان القائم الزاويه. لو كان المثلث الاولاني قائم الزاويه والمثلث الثاني برضو قائم الزاويه، امتى يتطابق المثلثين دولت؟ اذا تطابق وتر وايه وضلع. اذا تطابق وتر وضلع. بيقول لي في الشكل المقابل، في الشكل المقابل عندي مثلث كده اهو، اسمه ايه المثلث ده؟ ألف ب د. في زاوية ب، زاوية ألف ب90. زاوية ألف فين؟ ب90. يبقى فين الوتر؟ الوتر هو الضلع اللي في وش زاوية 90 اللي هو ب د. راح جاي راسم لي مثلث تاني كده من تحت اسمه ب ج د، وقال لي برضو زاوية ج بكام؟ ب90. يبقى فين الوتر بتاع المثلث اللي تحت؟ برضو ب د. ايه ده؟ ده ب د ده مشترك في المثلثين، وتر مشترك. ألف ب ب5 سم وب ج بكام؟ 5 سم. يبقى دول بيساووا بعض. طب ألف د ده بكام؟ ب3 سم. هل بيساوي حاجة؟ لا والله ما اعرفش، ده هو قال لي ألف د ب3. قلت له تمام. قال لي زاوية ألف د ب دي ب65 درجة. قلت له تمام. قال لي تعالى اقولهم لك تاني. قياس زاوية ألف بيساوي قياس زاوية ج بيساوي كام درجة؟ 90. ايه ده مستر؟ ده المثلث الاولاني قائم والتاني قائم. بس كده خلاص انا عرفت الحالة دي. دي حالة المثلثين القائمة الزاوية. طب وامتى يتطابق المثلثين القائمة الزاوية؟ اذا تطابق وتر وضلع. لازم كده تبقى مصحصح وعارف هو عايز ايه وانت عايز ايه برضو. انت كمان ما تقعدش تكتب اي كلام وخلاص، وتقعد بقى تكتب اي حاجة في اي حاجة في الاخر تكتشف اللي انت حلك غلط. لا يا كنزي. يلا بينا. بيقول لي ألف ب بيساوي ج ب بيساوي 5 سم. اهو قال لك ده بيساوي ده. قلت له تمام عظيم. قال لي ألف د ب3 سم. هل قال لك ألف د بتساوي أي حاجة تانية؟ لا ما قالكش. طيب وقال لك كمان قياس زاوية ألف د ب65 درجة. قلت له عايز إيه بقى في الآخر بقى؟ قال لي اثبت ان المثلث ألف ب د يطابق المثلث ج ب د. قلت له تمام. قال لي دي رقم 1. تعالى رايح فين؟ ما الرقم 2 ايه؟ قال لي رقم 2 اوجد طول ج د. قلت له تمام. قال لي رقم 3 اوجد قياس زاوية د ب ج. قلت له يا خبر ابيض، انت عايز 3 حاجات؟ ولا يهمك. تعالى نقرا المثال مرة تاني ونجيب الحل واحدة واحدة. طبعا اول ما يقول لي اثبت ان المثلثين دول متطابقين هقول له بما ان اذا اول بما ان قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية ايه؟ ج. بتساوي كام درجة؟ 90 درجة. تاني حاجة بما ان الضلع ابو 5 ألف ب هيساوي الضلع ابو 5 سم مين؟ ج ب. ألف ب بيساوي ج ايه؟ ب. طب هل ألف د بيساوي ج د؟ لا ما اعرفش والله ما قاليش. طيب تالت بما ان ب د ده وتر مشترك في المثلثين، يبقى بما ان اذا المثلث الاولاني ألف ب د يطابق المثلث الثاني ج ب د. حتى لو بصيت كده هتلاقي وتر وضلع في المثلث الايه؟ القائم. طيب وينتج عن التطابق؟ هينتج ايه عن التطابق؟ قال لي تاني حاجه اوجد طول ج د. هقول له ينتج عن التطابق ان ج د، شايفين ج د يساوي مين اللي زيه فوق؟
ألف د هيساوي كام سنتي؟ 3 سنتي. يبقى بعد ما يا أولاد ما أثبت إن المثلثين متطابقين أقول له وينتج عن التطابق إن ج د بيساوي ألف إيه د. الكلام ده يكون صح إمتى؟ بعد ما أثبت إن هما متطابقين. طب قبل ما أثبت لا، يبقى كلامك غلط. طيب المطلوب الثالث قال لي اوجد قياس زاوية د ب ج. تاني د ب ج اللي هي الزاوية دي. زاوية ايه؟ د ب ج اللي هي رقم 1 دي. طب الزاوية رقم 1 دي فين المناظر ليها؟ فوق الزاوية رقم 2. طب انا مستر ما عنديش الزاوية رقم 2. لو جبت الزاوية رقم 2 هعرف اجيب الزاوية رقم ايه؟ 1. تعال نجيب الزاوية رقم 2 في المثلث اللي من فوق أ ب د. عارفين قياس زاوية رقم 2 اللي هي اسمها أ ب د هتساوي ايه؟ 180 ناقص هجمع 90 زائد 65 واطرحهم من 180. يبقى عشان اجيب الزاوية رقم 2 هجمع الزاويتين دولت واطرحهم من 180 عشان مجموع قياسات الزوايا الداخلة المثلث بكام؟ ب 180. يبقى هجمع 90 زائد 65 واطرحهم من 180. تمام؟ تطلع قياس زاوية 2 دي ب 25 ايه درجة. يبقى لما زاوية 2 دي ب 25 درجة هتبقى زاوية 1 بكام؟ برضه ب 25 درجة. يبقى زاوية 1 اللي هي اسمها د ب ج، زاوية 1 اهي هتساوي زاوية 2 اللي هي اسمها ايه؟ أ ب د هتساوي 25 ايه درجة. يبقى زاوية 1 اللي تحت هتساوي زاوية 2 اللي فوق. طب زاوية 2 اللي فوق بكام؟ ب 25 درجة. جبناها منين يا مستر؟ جمعنا 90 زائد 65 وطرحناهم من 180. طب ليه طرحناهم من 180؟ عشان مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث ب 180 ايه درجة. تمام؟